في البداية كده، أهلا بيك. الليد ديسبلايز، رغم وجود شاشات الأوليد وشاشات ال LCD إلا أن شاشات الليد لسه موجودة ومنتشرة وبيتم استخدامها بشكل كبير. في فيديو النهاردة هنشرحها بالتفصيل وهنشوف إزاي ممكن نضيفها في مشروع أردوينو. ال7 سيجمنت عبارة عن 7 أجزاء ليد وجزء تامن للعلامة العشرية، وممكن تعرض من خلالها الأرقام وشوية حروف ورموز. شاشة ال7 سيجمنت من 7 ليدات متسمين من أول حرف ال A لغاية حرف ال G، ومن خلال إضاءة مجموع الليدات مع بعض ممكن تكون الرقم اللي أنت عايز تعرضه. ده جدول بأرقام الشاشات بتاعة 7 سيجمنت. فمثلا عشان نعرض الرقم واحد فمحتاجين نقيد الليد رقم B و C، وعشان نعرض F زي ما هو موجود فمحتاجين نقيد الليدات بتاعة A و E و F و G مع بعض، وهكذا لبقية الأرقام والحروف. ال7 سيجمنت بتحتاج 16 سلك للتوصيل، وعشان نختصر الرقم ده بيتم توصيل نفس الطرف في كل الليدات مع بعض، وده بيقلل التوصيلات ل9 توصيلات بس، وبيخلينا نوصل إنه يكون معانا نوعين من ال7 سيجمنت، الأنود المشترك أو الكاثود المشترك. فالأنود المشترك مثلا في طريقة التوصيل دي بنوصل جهد موجب 3.3 أو 5 فولت على الأنود، وبنوصل الأطراف التانية بالأرضي من خلال مقاومة. ممكن نوصل مقاومة على خارج كل ليد قيمتها 220 أوم لغاية 470 أوم، أو نوصل مقاومة واحدة عند الدخل قيمتها من 820 أوم لغاية 1500 أوم. على الرغم من إن التوصيل ده بيوفر لنا عدد مقاومات إلا إن كفاءته أقل ولا تتساوى فيه شدة الإضاءة بين الليدات، بحيث إن الليد الأولى شدة إضاءتها أعلى من الليد الأخيرة. فبالنسبة للكاثود المشترك طريقة التوصيل دي بنوصل الأرضي على الكاثود، وبنوصل الأطراف التانية بالجهد الموجب من خلال مقاومات. دي توصيلات ال7 سيجمنت، ودي توصيلاتها مع الأردوينو، وده الجدول اللي احنا هنشتغل بيه خلال التوصيل. فالمكونات المطلوبة عشان ننفذ الدايرة دي هي أردوينو أونو، شاشة 7 سيجمنت، 8 مقاومات قيمتهم 220 أوم. قبل ما نبدأ برمجة هنحتاج نثبت مكتبة sevseg.h على أردوينو IDE. بالنسبة للبرمجة ففي الأول هنضمن المكتبة، وبعد كده هننشئ عنصر ونعرف عدد الليدات اللي موجودة. فاحنا معانا واحدة 7 سيجمنت. بعد كده بنشوف التوصيلات لو عندنا أكتر من شاشة، وبعد كده توصيلات الشاشة الواحدة بتاعتنا على حسب هي موجودة فين في الأردوينو، وبنسأل استخدام مقاومات أو لأ. بعد كده بنبدأ تشغيل الشاشة والتحكم في شدة الإضاءة من 0 لغاية 150، احنا مختارين 90. وبعد كده بنظهر الرقم على الشاشة، احنا كاتبين 3. أما لو كنا عايزين الأرقام تظهر على الشاشة بالترتيب ورا بعض فالكود بيتغير في شيء صغير وبيكون بالشكل ده زي المرة اللي فاتت، وده كذلك. هنا التغيير بيكون إن إحنا بنعمل لوب من 0 لغاية 9، وبنحدد الرقم المعروض بI، وبنستنى ثانية ما بين الرقم والرقم، وبنعمل ريفرش للشاشة. طب لو كنا حابين نستخدم كذا شاشة مع بعض، في الغالب ده بيكون المطلوب عشان نقدر نعرض كذا رقم جنب بعض، وفي الحالة دي هنشوف مع بعض التوصيلات الداخلية وإزاي نقدر نوصلها. دي التوصيلات الداخلية وهي متجمعة لكل شاشة الاتصال الخاص بيها، وهم متوصلين بالكاسيد المشترك، ودي أماكنهم على الشاشة. ودي توصيلاتها في الأردوينو بمقاومات 220 أوم، وده الكود اللي هنستخدمه عشان نكتب عليه على سبيل المثال 1 2 3 4. بالنسبة للكود هنا ما بيتغيرش فيه شيء غير إن إحنا عدد الشاشات اللي عندنا بيكون 4، والتوصيلات لما إحنا قلنا إن هي مش موجودة غير عشان شاشة واحدة بنكتبها على حسب المقاومات متوصلة على البنات رقم كام في الأردوينو. وهنا نفس الكلام زيها زي الكود اللي فات، ولكن برضو بتختلف فيها شيء واحد، إن إحنا في الرقم اللي هيتكتب على الشاشة هنكتب 1 2 3 4. التوصيلات دي إحنا بنستخدمنا جميع مخارج الأردوينو، ومبقاش فيه مساحة لأي جهاز تاني ينفع نوصله. وهنا كنا محتاجين نضيف شوية ذكاء لشاشتنا ونبعت لها داتا زي ما بنعمل مع الأردوينو SPI. وعشان نوصل لده يعني بنستخدم شريحة MAX 7219 من شركة ماكسيم سيمي كوندكتورز لتشغيل مجموعة من 64 ليد دفعة واحدة، أو 8 من نوع 7 سيجما. هنجرب الأول في مشروع بالأردوينو والشاشة الثمانية. المتطلبات بقى: شاشة ثمانية مع شريحة ماكس
7219 زائد أردوينو طبقا للجدول والتوصيلات الموضحة. في الأول هنحتاج نثبت مكتبة للشريحة بتاعتنا، ممكن تلاقيها باسم max7219.h على الإنترنت. بالنسبة للكود، في الأول هنضمن المكتبة وهننشئ لها عنصر، وبعد كده في السيت اب هنبدأها، وبعد كده تجربة إظهار أرقام وحروف على الشاشة. هنعمل محاذاة اتجاه اليمين ونكتب اللي موجود جوه الشاشة 95.67F زي ما هو موضح، ونستنى 3 ثواني ونمسح الموجود على الشاشة. بعد كده نعمل محاذاة اتجاه الشمال ونستنى 3 ثواني ونمسح اللي على الشاشة. ده كده واحنا كاتبين اللي موجود اتجاه الشمال، وده نفس الكتابة ولكن اتجاه اليمين. ممكن نعمل عداد سريعة نظهر فيه الأرقام من 0 لغاية 500. ممكن المحاذاة اتجاه اليمين بتبقى 1 والمحاذاة للشمال 0، فده عشان نظهر الأرقام زي ما احنا وضحنا. طب لو عايزين نظهر كلمة زي كلمة هلو، بنمسح الموجود على الشاشة وبنعرف إن احنا في الليد رقم 7 هنكتب اتش، وفي الليد رقم 6 اي، وهكذا لغاية الآخر، ونمسح اللي موجود على الشاشة بزمن تأخير ما بين الحرف والحرف 500 ملي ثانية، يعني نص ثانية. كده أظهرنا كلمة هلو 1 2 3 على الشاشة مع محاذاة اتجاه اليسار. ده لو احنا عايزين نعمل عداد بيعد أرقام من 0 لغاية 8. العداد ده بيكون فيه الصفر 48 ده حسب الأسك كود، والعداد ده بيكون اتجاهه اتجاه الشمال، وبعدين في واحد تاني اتجاه اليمين. طب وازاي بنشغل وازاي نقدر نوصل ونبرمج الشاشة دي كمان؟ الموضوع بسيط زيه زي اللي فات، مفيش حاجة بتكون صعبة طول ما احنا عايزين نتعلمها. هي عبارة عن مصفوفة 8 في 8 من الليدات، وبيتم تركيبها فيها شريحة هي ال MAX 7219 زيها زي الشاشة اللي فاتت. خلونا نشوف توصيلها مع الأردوينو لما يكون منها 4 متصلين مع بعض. دي الجدول ودي التوصيلات ودي بطارية 5 فولت. وفي الأول هنحتاج نثبت مكتبة باسم md_barola.h بسهولة من على النت مع مكتبة الأردوينو أونو، وكمان مكتبة md_max72xx.h ومكتبة spi.h. ده الكود بتاعها. في الأول هنضمن المكتبات المطلوبة اللي احنا لسه ذاكرينها، وهنحدد نوع الهاردوير اللي احنا هنشتغل بيه، وده تعريف تاني لنوع هاردوير تاني حاطينه في كومنت. بعد كده بنحدد حجم الشاشة وعدد مدخلات الحمل، بعد كده بننشئ عنصر. بعدها في السيت اب بنبدأ نشغل الشاشة ونحدد شدة الإضاءة بتاعتها من 0 أو 15، احنا مختارين 5، ونمسح بعدها اللي موجود على الشاشة. بعدين بنحدد المحاذاة اتجاه اليمين، بعد كده بنقلب الشاشة بعد ثانيتين، بعدها بنبدأ الكتابة على الشاشة. نبدأ الكتابة على الشاشة هنكتب 1 2 3 4 ونستنى ثانيتين. ممكن كمان نخلي الكتابة بتتحرك خلال الشاشة زي ما هو مطلوب يعني. هنبدأ نشغل الشاشة، نحدد شدة الإضاءة، نعرض النص، ونعمل كل الكلام اللي احنا عارفينه، بس في الأول بنتأكد من تأثير الحركة شغال ولا لأ. في النهاية شاشة الليد لها استخدامات كتير وساعات كتير بتكون أفضل اختيار لمشروعنا. في فيديو النهاردة شرحنا حاجات كتير حوالين الشاشات الليد، قولنا في التعليقات لو في شيء محتاج نشرحه تاني. شكرا لمتابعتكم، وما تنسوش ان الدعم بلايك والاشتراك في القناة، ده هو اللي بيساهم في انتشار الفيديو لأكبر عدد وبيشجعني ان اكمل تنزيل الفيديوهات بجودة عالية.